سيدنا محمد لما دخل المدينة قال إيه للناس؟ قال لهم افشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. قال لنا هو أبواب الجنة نعمل إيه؟ فمن أبواب دخول الجنة إطعام الطعام. أنت متخيل؟ ودي من أفضل العبادات. ربنا قال إيه على سيدنا إبراهيم؟ قال إن هو كان أمة. وقال إيه تاني على سيدنا إبراهيم الذي وفى بقى بحاجات كتيرة بقى، ويعني آيات كتيرة بتتكلم عن سيدنا إبراهيم وفى في إيه. بس تعالوا نشوف قصة سيدنا إبراهيم مع إطعام الطعام. سيدنا إبراهيم كان كل يوم بيخرج ويدور على ضيف جديد. كان بيته كده فتحه، وكل يوم بيجيب ضيف عشان يطعمه ويعني وياخد واجبه ويمشي. فكل يوم سيدنا إبراهيم بينزل يدور على ضيف ياخده وياخده معاه البيت، ومش بيأكلهم أي حاجة. مش بيأكلوا مثلا بواقي أكل امبارح مثلا، ولا كان بيأكلوا أي حاجة عنده. لا 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 لا، كان بيذبح لهم أثمن العجول، يعني العجل التخين قوي، لأنه عارف إن الصدقة اللي هو بيطلعها دي بتقع في إيد ربنا قبل ما تروح بق الضيف. ففي يوم خرج سيدنا إبراهيم يدور على ضيف عشان يطعمه النهاردة، ملقاش. يدور ما لقاش. فرجع البيت وهو حزين قوي، اللي هو يعني ليه يا رب؟ طب انا عايز اعمل خير حتى. فرجع البيت وهو حزين. فاول ما دخل لقى راجل في البيت. ايه ده؟ مين اللي دخل الراجل ده؟ يعني مين ده؟ فاول ما دخل ولقى الراجل ده فقال له من اذن لك ان تدخل؟ مين اللي سمح لك انك تدخل البيت؟ فالراجل قال له رب صاحب هذا البيت. فعرف وقتها سيدنا إبراهيم إن هو ملك مش إنسان. فقال له طيب ولما أتيت؟ الملك قال له جئت لأخبرك أن الله اتخذ عبدا من عباده خليلا له. فسيدنا إبراهيم قال له دلني عليه. يعني ده مين ده؟ الله، دلني عليه فوالله لأجاوره حتى أموت. هفضل قاعد جنبه لغاية ما أموت، أشوف بس أعرف هو عمل إيه عشان ربنا يحطه في المنزلة الكبيرة قوي دي. فقال له يا إبراهيم إن الله اتخذك خليلا له. يا على الجمال. فسأله إبراهيم ولما؟ ليه؟ يعني ليه؟ عايز أعرف إيه العبادة اللي أنا يعني عملتها عشان يعني أوصل للمنزلة الكبيرة قوي دي. فقال له يا إبراهيم فإنك تعطي الناس دون أن يسألوك، والله يعطي دون أن يسأل. يا الله يعطي دون أن يسأل، فما ظنكم برب العالمين. هنا إحنا في شهر كريم، وإحنا في شهر مجيد، وإحنا في شهر الأعمال فيه بتضاعف، وإحنا في شهر بنحاول نعمل أي حاجة عشان نقرب. فإيه رأيكم إن إحنا نحط نية إن إحنا نعمل كل الأفعال اللي سيدنا محمد قال لنا عليها وهو داخل المدينة، ونعمل السلوك أو الشيء اللي سيدنا إبراهيم لما كان بيعمله بقى خليل للرحمن. أكيد بس مش إطعام الطعام، ولكن حاجات كتيرة. بس خلينا ناخد دي، خلينا نفشي السلام ونطعم الطعام. بلاش إن نقعد في إفشاء السلام بقى إن إحنا أصل مش عارفة مين